يا مساء الفل. مساء الفل على كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. لايف جديد هندردش كده مع بعض فيما يدور على الساحة الرياضية من أخبار وأحداث. وبالأخص أكيد الأخبار والأحداث الدائرة في نادي الزمالك. تحياتي لحضراتكم جميعا. لايف عامر بالأخبار والتعليقات المهمة كالعادة. حالا هبقى موجود مع حضراتكم اهو. صباح الفل يا سامح. أحمد سامي تحياتي. حبيبي محمود حداد، يوسف لمعي، أنور منسي، بوب، إيهاب طه، جودا ميتو، مينا جبرة، عادل عوض، عبدو سلطان، يوسف لمعي. تحياتي لحضراتكم جميعا. وهيا بنا نبدأ. يلا بينا. تحياتي لحضراتكم جميعا. برحب بيكم ولايف جديد. معانا ايه في اللايف النهاردة؟ في جزئنا الاول قرار النيابة في شكوى ارض الزمالك، حوار مهم جدا في الجزء الاول. الجزء الثاني رفقا بالانجازات يا لبيب، حوار مهم في الجزء الثاني. ياسين منصور واليوروب، حوارنا في الجزء الثالث. خناقة تنس الطاولة، حوارنا في الجزء الرابع. وفي الجزء الخامس رحيل حازم إمام ومن البديل. وأخيرا في جزءنا الخامس والأخير، فقرتنا أو السادس بقى والأخير، فقرتنا المحببة، فقرة الفلاسة. دي الحاجات اللي هتبقى معانا النهاردة. ناس تعلى بقى باللايك والشير، والناس سبسكرايب بقى وتفعيل زر الجرس. وهبدأ مع حضراتكم على طول بجزئنا الأول، قرار النيابة في شكوى أرض الزمالك. الحقيقة أن أنا عايز أوضح بس معلومة أنا وضحتها قبل كده، بس أنا عايز أأكد عليه أو بكررها للتأكيد. أما الأمور بتتعلق بالزمالك والأهلي، بتبقى دايما القرارات قانونية. يعني واحد من الزمالك راح رفع دعوة لحل مجلس الإدارة، راحوا لمحكمة القضاء الإداري، وحكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوة وحل مجلس إدارة نادي الزمالك. فالأمر بيخرج من السلطة القضائية يروح على السلطة التنفيذية عشان تنفيذه. السلطة التنفيذية دي متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، فبتروح لازم تنفذ الحكم. ما ينفعش ما ينفذوش، لو ما نفذش الحكم يتحبس. وواحد من النادي الأهلي بيروح برضه يرفع دعوة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، فبرضه محكمة القضاء الإداري بتقبل الدعوة وتحل مجلس إدارة النادي الأهلي.
او بتحكم ببطلان الانتخابات. الحكم بيبقى كده، بطلان الانتخابات وما ترتب عليها. ما ترتب عليها اللي هو بيبقى مجلس الإدارة الموجود، فده معناه حل مجلس الإدارة. برحب بالدكتور حسام حشاد، تحياتي. فالأمر برضو بيخرج من السلطة القضائية يروح للسلطة التنفيذية، متمثلة في وزارة الشباب والرياضة. فوزارة الشباب والرياضة لازم تنفذ الحكم. التنفيذ على الزمالك بيبقى قانوني، والتنفيذ على الأهلي بيبقى قانوني. التنفيذ على الزمالك بيبقى حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة بس، تعيين لجنة نقطة. بس التنفيذ على الأهلي بيبقى حل مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس مرة أخرى كلجنة معينة حفاظا على استقرار النادي الأهلي. القرار هنا قانوني وهنا قانوني، زي ما قرار سحب أرض نادي الزمالك قانوني، وقرار عدم سحب أرض النادي الأهلي في العلمين قانوني. قرار عدم سحب أرض الأهلي اللي في الجزيرة اللي قالت للإصلاح الزراعي بعد 100 سنة، قرار عدم سحبها قانوني، وقرار سحبها برضو قانوني. أرض الزمالك أو أرض الأهلي اللي في الجزيرة لو مع الزمالك كانت اتسحبت وكان الإصلاح الزراعي خدها. طب بلاش الزمالك، سموحة. تعرفوا ان نادي سموحة عليه 5 مليار جنيه للإصلاح الزراعي هنا في اسكندرية؟ عارفين ليه؟ عشان أرض سموحة كانت أرض إصلاح. عارفين ايه اللي حصل؟ هحكي لكم القصة والله. منطقة سموحة دي كان خواجة يهودي اسمه سموحة، سموا المنطقة على اسمه، كان راجل ملياردير. هو ايه حكاية الإصلاح الزراعي أصلا؟ الإصلاح الزراعي ده يعتبر خد نص أراضي البلد أيام قانون الإصلاح الزراعي بتاع عبد الناصر. أي حد خواجة في البلد أو إقطاعي حولوا الأرض بتاعته الإصلاح الزراعي، وكان منهم الأخ سموحة بتاع نادي سموحة. تحولت الأرض الزراعي زي أرض الأهلي. أرض الأهلي كان الأهلي مأجرها 100 سنة من 1907 والإيجار خلص أو تقريبا 1914. بعدها بفترة الأهلي كان في مكان تاني وبعد كده اتنقل للجزيرة. المهم يعني إنه كان واخدها 100 سنة وال100 سنة خلصوا. المفروض بعد ال100 سنة الإيجار ما يخلصوا أرض الأهلي ترجع تاني لملكية الإصلاح الزراعي. الكلام ده ما حصلش. في نادي سموحة عملوا ايه بقى؟ الإصلاح الزراعي قعد يعد غرامات على نادي سموحة لحد ما وصلت الغرامات 5 مليار جنيه. إنما في الأهلي ولا حد حس بحاجة أصلا. مين الإصلاح الزراعي؟ مين؟ حد شاف إصلاح الزراعي؟ حد تعرفوا حد؟ ولا حد يعرف إصلاح زراعي ولا حد يعرف. والأهلي قاعد في أرضه ملك. الأهلي قاعد في أرضه ملك. إنما في الزمالك لا، القانون لازم يتطبق. هنا القانون بيتطبق وهنا القانون بس يعني روح القانون، قلب القانون، عقل القانون، مشاعر القانون هي اللي بتطبق حفاظا على استقرار الأهلي. فدلوقتي أما أجي أنا افتراضا يعني واحد النهاردة شاف عوار في مجلس إدارة الأهلي وهيروح يطعن
طب هيتعل ليه؟ هيتعل ليه؟ ما كده كده معروف ديتها. هنروح ونصرف وجلسات ومحكمة هتاخد لها سنة على ما تحكم وتحكم، وبعد ما تحكم هيجي الوزير ينفذ، يقول لك حفاظا على استقراري لأهلي هنعين مجلس الإدارة تاني بكامل هيئته. إنما في الزمالك هنشيل مجلس الإدارة ونجيب لجنة، شهرين ونجيب كمان لجنة، شهرين ونجيب كمان، خد سيف وكمان سيف ده اللي بيحصل. فاللي حصل النهاردة عشان بس الكلام ايه ما يتخدش ان انا ضد عودة الارض ومش عودة الارض. الارض مش هترجع، الارض مش هترجع، ولو رجعت هترجع بشروطهم، او لو رجعت هترجع اما اي حاجة هم عايزينها تتنفذ. المهم النهاردة الكابتن تامر عبد الحميد كتب على صفحته: قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد بيك مؤمن. طالما الراجل كاتب أسامي يبقى الموضوع جد يعني مش هزار. تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع على أن يرسل تقرير للنيابة يشكل يوميا أو بشكل يومي عما انتهت إليه اللجنة بعد اعترافات المدعو حسام المدعو اللي كاتب يعني في تصريحاته التي يعترف فيها تفصيلا بالتصرف في مساحة كبيرة من أرض 6 أكتوبر حوالي 30 فدان وتحصله واستلامه مبالغ تقدر بحوالي 800 مليون جنيه مقابل بيع وحدات إدارية، وإقرار المدعو هشام نصر بذلك. إلى السيد المسؤول: لو مجلس إدارة الزمالك زي ما انتوا بتقولوا او في تحقيقات النيابة او الكلام اللي بيتقال انهم عملوا حاجة غير قانونية، ما تمشيهم ورجع الارض. ايه علاقة؟ هي ارض حسين لبيب؟ عارفين لو ارض حسين لبيب والله كانت رجعت، اقسم بالله العظيم دي لو ارض حسين لبيب ولا هشام نصر والله كانت رجعت، والله كانت رجعت. انما هي عشان ارض الزمالك. والمشكله مش حسين لبيب خدامهم، حسين لبيب اصلا هم اللي جايبينه، حسين لبيب اساسا هم جايبينه عشان يدمر ويهد استقرار نادي الزمالك اساسا. دي لو ارضه كانت ادوها له، انما دي عشان ارض الزمالك بس فجايبينها في حسين لبيب. هو السبب يعني؟ حسين لبيب السبب؟ هشام نصر السبب؟ غوروا في 60 نصيبه اصلا محدش عايزهم ولا حد راضي عنه. عارفين المجلس ده لو ناجح والله العظيم كانوا مشوه، والله العظيم حسين لبيب ده لو نجح لكان يمشي. وانتوا فاكرين حابين ميتين في دباديب حسين لبيب ليه؟ عشان بيعمل لهم الغير متوقع اللي بيعلموا بيه. مرتضى منصور في عز جبروته، في عز جبروته اما كان مكون فرقة منتخب افريقيا مشوه. بن شرقي، زيزو، مصطفى محمد، فرجاني ساسي، طارق حامد، ابو جبل، الونش، كل ده في عزهم، محمود علاء في عزه. منتخب افريقيا كان في الزمالك في 2020 وصل النهائي، قعد مصر كلها قاعده ماسكه حاطه ايديها على قلبها قال الزمالك ياخد البطوله، وهي كانت بطوله الزمالك. والسيناريو كان ماشي لولا بقى الشغل بتاعهم اللي هم عملوه واللي هم دايما بيعملوه، تزوير المساحات والحكم المرتشي مصطفى اسمه مصطفى غربال والكلام ده كله، وتغيير حكم الفار ومحمد أنجمو. كانت فرقة. ايه اللي حصل؟ جمد مرتضى، سرح الفرقة، جت التعليمات جت كده. كان جزء من المخطط حسين لبيب نفسه لما كان لجنة. مشي مصطفى محمد، مشي فرجاني ساسي، مشي طارق حامد، مشي اشرف بن شرقي،
ده حتى امام عاشور مشي. امام عاشور كان في الفرقه دي ملوش لازمه اصلا، كان قاعد دكه، كان بره قائمه افريقيا اساسا. هو ده الزمالك. انما في ظل اللي حاصل ده لا، ما يمشيش حسين لبيب. حسين لبيب هو. هذا الزمالك المدمر اللي معاه مدرب كفتاجي، هو ده الزمالك اللي هم عايزينه. زمالك هم عايزين زمالك حسين لبيب ده. عشان كده ما هيفضل سونا مكمل حبيبهم. ندخل بقى اللبيب رفقا بالانجازات يا لبيب. مش عارفين نودي الانجازات فين. انا محتار. عايزين يا جماعة دولاب عشان نحط فيه انجازات الكابتن حسين لبيب بعد الافتتاح الهائل والعالمي في 23. يعني نادي الزمالك بيعاني هذه المعاناة ومش لاقيين، وبنسف تراب، والارض مسحوبة، والفرق واللعيبة ما بتقبضش، ومدير فني حمار قاعد. واحنا في 23 سبتمبر 9 اللي فات الكابتن حسين لبيب بيفتتح ملعب الكروكيه، والنهارده الاستاذ هشام نصر بيفتتح ملعب الهوكي رفقا بالانجازات يا لبيب. مش عارفين نودي الانجازات فين يا لبيب. مش عارفين يا ابني نودي الانجازات فين. كروكيه وهوكي. هتفتتحوا ملعب الباليه المائي امتى؟ ملعب الباليه المائي هتفتحوه امتى؟ هي دي بقى الالعاب. هي دي الحاجات اللي الزمالك محتاجها. هي دي الحاجات اللي ناقصه نادي الزمالك. الكروكيه والهوكي. شوفوا لنا بقى هوكي الجليد. شوفوا لنا الباليه المائي. تمام. شوفوا لنا البتاع كرة الريشة. هي دي الحاجات بقى. هو ده اللي كان ناقص نادي الزمالك يا جماعة. هو ده اللي كان ناقص نادي الزمالك. انما هتقول لي بقى نحل مشاكل فرقة كورة ولا مش فاضيين للكلام الفاضي. مش فاضيين احنا ناس بتاعت انجازات يا راجل. ده عضو الجمعيه العموميه. حد مكلمني عضو في الجمعيه العموميه حصل مشكله بينه وبين حسين لبيب. انت عارفين عمل ايه؟ او بلاش يعني عشان ما فيش دلائل ان هو اللي عمل كده يعني. قال لك عيال من الامن بتوع النادي طلعوا عربيه عضو الجمعيه العموميه ركناها بره، فرتكوا الكاوتش وبتاعها والكاميرات جايباهم. عيال امن من النادي. عيال امن من النادي. هو ده نادي الزمالك. واحده برضه عضو جمعيه عموميه سيده اعمال كانت متبرعه ب 2 مليون جنيه للعمال. جاء واحد موظف خد ال 2 مليون وضرب عليهم، ورافعين قضيه وبتاع ومحاضر ومش عارفين يجيبوا الولد. ايه انجازات حسين لبيب. عشان كده البلد سايباه. اشرف صبحي سابه ناجح. طب يا جماعه انا عايز افترض انه الكابتن حسين لبيب مش موجود. كان وضعنا في الكروكيه ايه دلوقتي؟ شكلنا قدام اتحاد الهوكي ايه واحنا قاعدين كده من غير ما نفتتح ملعب يعني؟ انا عايزكم تفترضوا معايا المصيبه اللي كانت هتحل على نادي الزمالك لو ما كناش افتتحنا ملعب الكروكيه ولا افتتحنا ملعب الهوكي. يا جماعه ده نادي الزمالك يا جماعه. لا احنا الاستاذ هشام الكاتر سايب العاب الصالات صفر في كل حاجه. ملطشه الارض، ملطشه الكون. ده انا ببص على ترتيب الزمالك في دوري اليد، انت مش عارف الخامس ولا السادس. نهار اسود.
يا نهار اسود. والسله مش عارف محولين الاتنين لعيبه للتحقيق وحاجه مليطه. العاب الصالات، حتى العاب الصالات مليطه، واحنا سايبين كل ده. كروكيه، كروكيه والهوكي. يا دي الخيبه. ياسين منصور واليوروب. حوارنا في الجزء الثاني. استاذ ياسين منصور، انا عايز ابدي اعجابي بالاستاذ ياسين منصور. ليه؟ لانه الاستاذ ياسين منصور عرف من اين تؤكل الكتف. ليه بقى؟ استاذ ياسين منصور ابن الايه عرف دماغ القطيع ماشيه ازاي وماشيه في ايه. عمل ايه بقى؟ طلع النهارده في تصريحات قال شويه. عارف فاكرين المصطلحات اللي انا كنت برصها لكم كده؟ العيال بتسمع، العيال قطيع يسمعوا قال لك النادي الاهلي، ويتكلم كده النادي الاهلي قصة وجود الأهلي في أفريقيا بقى الموضوع بقى معتاد. احنا عايزين الأهلي يبقى موجود في اليوروب، يلعب شامبيونز ليج ويلعب في اليوروب مع الأندية الأوروبية. فهو يقول يوروب دي يعني وعلى الإغماءات. أنا بقى التايم لاين عند العيال الأهلاوية كل شوية عيل يغمى عليه ونفوقه. قال اليوروب بقى. شفت حد بقى رئيس نادي بيقول يوروب؟ يوروب يوروب ايه؟ يوروب ايه يا حاج ياسين؟ ورمى كام كلمه كده ايه انجليزي بتاع يعني حاجه كده ايه تويفل، يعني مستوى تويفل. رماها كده. يا العيال تسمع بقى المصطلحات. يا لا بقى هذا بقى الراجل بقى. لا اوعى بقى، اوعى بقى للي جاي. لا وعلى اللي ياسين منصور هيعملوا فيكو بتاع. لا ليه اي لازمه اساسا، ولا معاه فلوس. ما يا مع ممدوح عباس معاه فلوس، ولو كان على اليوروب نخليه يقول يوروب بقى. مش موضوع يعني. بس هي كانت يوروب دي يعني حصلت كاس العالم للانديه يا استاذ ياسين. يعني مجمده قلبك. او يوروب ايه يا يوروب؟ انت يوروب ايه؟ يوروب ايه يا اسطى؟ ده انت مش عارف تكسب باتشوك. انت مش عارف تكسب باتشوكا يا استاذ ياسين. الامريكان باتشوكا المكسيكي، نورث امريكا. ما خلينا في النورث امريكا الاول وبعد كده ندخل على يوروب. طب بلاش نورث امريكا، نعدي على بالميراس في ساوث امريكا. ايه رايك؟ سيبك من نورث وخليك. هكلمك بقى بلغتك. نخلينا مع اللي ساوث امريكا. ايه رايك في الساوث امريكا؟ يوروب ايه يا عم؟ يوروب انت. يا عم اليوروب. حصلت كاس العالم للانديه مجمده قلبك قوي. طب بلاش ساوث امريكا. ايه رايك في ساوث افريقيا؟ سان داونز. ما خلينا في سان داونز. هكلمك بقى بالطريقه. ما عايزين النادي الاهلي يكسب سان داونز او بيراميدز. طلع معاهم بل في اليوروب، من ضمن اليوروب. ما تخليك في الافريكا يا استاذ ياسين. بس الكلام ده هو اللي هو عارف. ما هو قعد بقى مع الفنان. ما الفنان معاه كل المفاتيح. الفنان معاه كل المفاتيح. قعد معاه وقال له انا هقول لك بقى على الايه. انا هجيب لك الناحيه، انت تطلع. ويا حبذا بقى لو الوكاله اللي انت بتعمل معاها اللقاء ده، يا سلام بقى لو من بره مصر. يا لا والعيال هيغمى عليها، مش هنلاقي اللي يفوقها لو الوكاله دي من بره مصر. فتطلع تخبط لنا كده بكلمتين، تلم العيال حواليك، وهتلاقي الطبل اشتغل. يعني انتوا اتفرجوا بقى على التايم لاين الاهلاويه. ياسين منصور، احمد عرابي. ياسين احمد عرابي منصور. ياسين سعد منصور زغلول.
ياسين سعد زغلول مطلعين ياسين منصور بقى قال لنا يوروب. عندكم حد بيقول يوروب؟ لو عندك حد بيقول يوروب طلعهولي. قال لك يوروب، يلعب في يوروب. هيلعب في يوروب ازاي بقى؟ يعني هيصعد لليوروب ازاي؟ عرفني الميكانيزم بس بحيث ان احنا يعني نشوف نحلها، يمكن نلاقي لها حل ان احنا نلعبه في اليوروب. ما كان طالع واحد على قناتهم الواد ايهاب الخطيب قال لك انفراد الاهلي خلاص في الشامبيونز ليج، خلاص هينافس ليفربول على الشامبيونز ليج وهيلاعب ريال مدريد. ازاي قال لك هنفتح فرع هناك في هناك وهنلعب دوري ابطال. وقعد بقى يقول لهم ده الاهلي ده المفروض يفتح فروع بره ويبقى الاسم والكلام الحمصي ده. طب بس خلص الاستاد. اصل انت بقالكوا 25 سنة بتعملوا مؤتمرات بس للاستاد، تخلصوا بس للاستاد. خناقة تنس الطاولة حوارنا في الجزء الرابع. النهاردة فضيحة في بطولة افريقيا لتنس الطاولة. لاعب في الاهلي اسمه عمر عصر، ولاعب مش عارف اسمه محمود ايه، حد يقول لي اسمه محمود اشرف، ابوه رئيس الاتحاد. عمر عصر ده رايح بيسلم. عمر عصر ده ما كانش المفروض هو اللي هيلعب، كان تقريبا مصاب وهم معهمش دكتور. فراحوا تاني يوم المباراة يعني، فقال لهم لا انا هقدر ان انا العب، مفيش دكتور بقى يقول يلعب او ما يلعبش. فقال انا هتحامل على نفسي والعب، ولو حسيت باي حاجة يبقى اي حد ينزل ايه يلعب مكانه. فالواد طبعا كان اللي هيلعب مكانه اللي هو محمود اشرف ده. فاما لقاه كده وهياخد مكانه، فحاضر يا ابعتهولي تاني يا شيخ علي، معلش انا منشغل بس باللايف، ابعت لي التعليق تاني. برضو ازاي كده؟ استاذ غريب ندى بيقول لك القيا بيقول الاهلي هيفتح فروع في امريكا واوروبا. قال امريكا واوروبا كده بالمصري زينا؟ لا والله زعلتني يا استاذ غريب، ما قالش يوروب في امريكا واليوروب. لا كده مش هيفتحوا، ما تصدقش. عارف لو قال يوروب اعتمد على طول، انما امريكا واوروبا مصري كده زينا لا، دي شعبويه دي، لا مش. لو قال لك يوروب اعتمد خلاص. المهم، فالواد اتضايق شويه، فجه عمر عصر ده بيسلم على الجهاز كله اثناء المباراه يعني، او قبل المباراه. فمحمود اشرف ده قاعد في اخر الصف سلم على الصف كله، التاني شافه جاي بيسلم فقام مش ما سلمش عليه، بناء على روايه عمر عصر يعني. رئيس المحكمة الرياضية تنحى وإلى الآن لا يوجد رئيس للمحكمة. بصوا يا جماعة، أنا قصة بيراميدز دي أنا هعمل تليفون مهم بكرة الصبح. هقول لكم فيه الخلاصة، لأن ناس كتير بتسأل على موضوع المحكمة الرياضية، فبكرة إن شاء الله هقول لكم الدنيا ماشية إزاي. المهم كنت بقول إيه؟ ف جه عمر عصر ده على روايته يعني، قال انا طول المباراه الاداريين كلهم الجهاز كله بيشجعوا، وده قاعد حاطط رجل على رجل وباصص في الموبايل وما بيشجعنيش يعني. فالموضوع ده اتكرر كذا مره، فهو رجع. طبعا تصرف محمود اشرف ده مش مقبول، وبرضه رد فعل عمر عصر ده مش مقبول. حتى لو حصل تتلم، كان الموضوع يتلم يعني. المهم الواد ده جه على الهوا وقال له انا مش لاعب والايه، والواد ده قاعد على الدك، وحصل تطاول بقى ومش عارف ايه، وقال له هديك بالمضرب في وشك وبتاع، قصه وحكايه وقله ادب. وطلع طبعا رئيس الاتحاد قال هيحول الاثنين للتحقيق، وانا اتمنى الاثنين، لان ده غلطان وده غلطان. ابن رئيس الاتحاد ده غلطان، وعمر عصر ده برضو ما كانش غلطان في الاول، بس قصة السياح كان ممكن الامور تتلم، بس السياح وعلى الملأ ومش لاعب غير اما يطلع والكلام ده طبعا ما يصحش.
الجزء الخامس رحيل حازم امام ومن البديل. حازم امام طلع قدم استقالته، قال لك انا ماليش دور. هو كده كده مع احترام انا قلت حازم امام وراجل زملكاوي بيور وكل حاجه وعلى راسنا، ولكن الراجل ما عندوش خبرات. دي حاجه. الحاجه التانيه، رحيل حازم او عدم رحيل حازم في النهايه الراجل ده اصلا حمار اساسا. يعني الراجل ده على فكره حازم امام من بعد مباراة القمة وهو مش موجود. من بعد مباراة القمة وهو مش موجود، ما بيجيش النادي. لانك قال لك الراجل ما بياخدش رأيه في اي حاجة. هو مبدئيا اصلا الراجل الحمار السباك الموجود ده يعني جوارديولا قوي في نفسه ازاي ياخد رأي حازم امام مثلا، مع اقتناعي ان رأي حازم امام لن يفيد، ولكن ممكن حتى حازم امام يقول البديهيات اللي الراجل الحلوف الحمار اللي ما عارف. لو حازم امام ده ما عندوش، هيجيب من الاستوديوهات، هيجي يقول له مثلا يا عم الناس بتقول ان ادم كايد ده ما بيلعبش جناح، بيلعب 8 او بيلعب 10. فهيقول الكلام ده. هيقول له يا حمار، يا اللي يا راجل، يا بهيم، يا راجل يا بهيم. اه والله الحمار هيزعل. سيف الجزيري افضل يا راجل يا بهيم. ناصر منسي راجع زايد 10 كيلو، اعمل له برنامج وما ينفعش ينزل الملعب. هيقول له يا راجل يا اللي ما بتفهمش، عمرو ناصر لاعب اقل من الجزيري بكتير. يعني هيقول الكلام ده. هيقول له يا راجل يا بهيم، جرب بارون اوشي. هقول له يا راجل يا حمار، ما ينفعش تستبعد شيكوبانزا في مباراة القمة. هيقول له يا راجل يا بهيم، ما ينفعش اما نبقى متقدمين تخلي ال 11 لاعب بيدافعوا. يعني هيقول الكلام. حازم امام هيقول له الكلام اللي بيتقال في الاستوديوهات التحليليه حتى. انما الراجل ده راجل حمار ما بيسمعش لحد. وحتى لو على فكره الراجل الحمار قال لهم مش عايز حد اساسا. ليه؟ انا احب ابقى حمار لوحدي، احب ابقى حمار بهيم ماشي لوحدي، ما يشغلنيش اي حد. انا بحب كده. قال لهم انا احب ابقى حمار كده ماشي، ولا في دماغي اي حاجه. فحتى لو مرشح طبعا فتح الله واحمد عبد الرؤوف، والاثنين اسامي محترمه. فتح الله عنده خبرات كبيره في بيراميدز، احمد عبد الرؤوف راجل كان مدير فني في بلديه المحله وكان عامل شغل. وانا اتمنى اي حد من الاثنين، ولكن يجي فتح الله او يجي عبد الرؤوف. بس الاهم مش انه فتح الله يجي ولا عبد الرؤوف يجي. الاهم انه يبقى ليه دور فني مع هذا الراجل البهيم اللي ما بيفهمش، وان يبقى ليه دور بعد اما البهيم ده يمشي. يعني بعد الراجل الحمار ده ما يمشي يبقى ليه دور، على ما الزمالك يجيب مدير فني اجنبي. اخيرا بقى فقرتنا المحببه، فقره الفلاسه. انا عاجبني الواد البامبرز، الواد برطمان. عمل ايه؟ قال لك يجيب بقى طالما بامبرز فيجيب بامبرز مقاسات بقى، فبيطلع معاه شات عيال بامبرزات بقى. تلاقي اللي مقاس 1 واللي مقاس 2 واللي مقاس. الواد عامل شغل الحقيقه. فمطلع من ضمن البامبرزات اللي هو مطلعها عيل بامبرز مقاس 3. انا بعد كده هرقمه. البامبرز الاساسي اللي هو السعودي ده الواد البرطمان. في بامبرزات مقاسات بقى، مقاس 1 مقاس 2 مقاس 3 كده. الله يمسيه بالخير بقى كابتن مجدي عبد الغني، هو اللي اقترح قصة البامبرز دي. فقال لك ايه بقى الواد بامبرز مقاس 3؟ قال لك محدش اتكلم بعد تتويج بيراميدز بالسوبر الافريقي ان الاهلي بيدفع تمن قيمته التسويقية للقارة، في القارة. لان اخر 4 بطولات سوبر افريقي الاهلي ما لعبهمش على ملعبه زي ما اللائحة بتقول، لا ده لعبهم بره افريقيا، وخسر منهم 2 في السعودية
من اتحاد العاصمة والزمالك. انا عاجبني ان العيال بتعترف عادي بالكلام ده، لان بيبقى صعب يعني على بعض البمبرزات. واستغلالا لشعبيتك الكاف بيسوق الماتش يتلعب بره الارض، بس احنا رغم اننا متضررين بس فاهمين ان ده بيحصل مش مؤامرة، انما بيحصل عشان قيمة نتيجة مختلفة. فهو الواد بقى لخص، قال لك اصل احنا بقى ايه السوبر الافريقي ده ما بيتلعبش بره غير اما الاهلي عشان القيمة التسويقية بتاعت الاهلي آه، بيلعبوها عشان القيمة، والاهلي بيجيب لهم جماهيرية وشعبية وبامبرزات. طب بص يا بامبرز، مبدئيا كده نظام السوبر الافريقي كان يلعب ما بين بطل دوري الابطال وبطل الكونفدرالية في ملعب بطل دوري الابطال حتى عام 2017. اخر بطولة كانت ما بين الوداد وما بين مازيمبي واتلعبت في المغرب. كان الوداد بطل دوري الابطال ومازيمبي بطل الكونفدرالية في 2017، والوداد كان بطل على حسابك بالمناسبة. في 2018 واللي الترجي كان بطل برضه على حسابك، ولاعب الرجاء بطل الكونفدرالية. دي كانت أول بطولة يقرر فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن هو ليه ما نستثمرش ونلعب بطولة السوبر الإفريقي بره القارة. قدموا قطر، قدمت مقترح اتوافق على مقترح قطر، وأول بطولة سوبر إفريقي لعبت خارج القارة الإفريقية كانت ما بين الرجاء المغربي والترجي التونسي في قطر، وفاز بيها الرجاء المغربي بقيادة كارتيرو. ليه؟ لأنه الرجاء نادي جماهيري والترجي نادي جماهيري، فلعبوها بره. اتلعبت في 2019 في بطولة، ما هي بطولة السوبر 2018 بتتلعب في 2019. المهم بعديها الزمالك كان بطل الكونفدرالية في 2019، والترجي كان بطل دوري الأبطال في 2019 على حساب الوداد، واتلعب السوبر الإفريقي ما بين الزمالك وما بين الترجي. فين يا بامبرز؟ بامبرز تلعب فين يا بامبرز؟ اتلعب في قطر، والبطولة حققت نجاح وجماهيرية، والاستاد كان متقفل، واستاد ماتش الرجاء والترجي كان متقفل يا بامبرز. طب هما ليه لعبوا المرة دي؟ عشان بيراميدز نادي مش جماهيري بس. اتلعبت في مصر، بيراميدز مش جماهيري، ونهضة بركان برضو مش الفريق اللي يطلعوا عشانه بره، فلعبوها هنا في مصر. انما اما بيبقى مش مكتوبة باسمك يا بامبرز الجماهيري، مش انت الوحيد اللي نادي جماهيري. لو الزمالك اللي هيلاعب نهضة بركان في السوبر الافريقي كانت هتتلعب بره في قطر ولا في الامارات ولا في السعودية. مش مكتوبة الجماهيرية، مش مكتوبة باسمك يا بامبرز. عادي يا حبيبي، اي نادي جماهيري بيلعبوه بره عادي عشان بيضمنوا ان الحضور هيبقى موجود. لا احنا بقى بنسيب كل ده ليه؟ عشان هم لاعبين اخر 3 سوبر ولا اخر 4 سوبر اللي هم خسروا منهم 2، اللي هو بيعترف بيها منتهى السهولة كده. تعترف بناصر منسي كده بتقولها من غير عقد نفسية. فرد بقى الواد البامبرز الاصلي البرطمان، قال له ايه؟ انا شاورت على ده في الانترو، وقلت ان انا احب البطولات تتلعب بره مصر لاسباب تسويقيه، لمجرد ان فيها اسم الاهلي. لا يا حبيبي، ولو فيها اسم الرجاء بتتلعب، فيها اسم الترجي بتتلعب، فيها اسم الزمالك بتتلعب عادي يا بامبرز عادي. انت يا نادي عادي يلا زيك زي اي حد. كان في تصريحات رسميه قبل كده من المنظمين في السعوديه والامارات ان الاهلي لو مش موجود مش هنستضيف البطوله. طب واستضافوا ليه الترجي والرجاء؟ واستضافوا ليه الزمالك والترجي يا بامبرز؟ وعشان كده الكلام ده مش مهم.
ان الناس تفهم قيمة الاهلي وتأثيره، مش بس لمصر، ده حتى الكاف نفسه. طبعا لازم بقى نحط شوية بمبرزات كده وشوية مصطلحات وهي ماشي. انا بسعد دايما بوجودي مع حضراتكم، ليلتكم زي الفل، تصبحوا على خير.